سيد محمد، ألا تتوقعون ردة فعل أمريكية خصوصا من ناحية الأهمية الاستراتيجية للمعابر المائية في البحر الأحمر؟ ما الذي تتوقعون؟ بالتأكيد نحن نتوقع منذ اللحظة الأولى لضرب الكيان الصهيوني بأنه سيكون هناك ردة فعل، ولكن في النهاية نحن نقوم بواجبنا، وكما قال السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بهذا الخصوص أن كتاب الله لا يدعنا أن نسكت. فهناك اليوم جرائم في غزة، والأسوأ من هذه الجرائم هو أن نتفرج عليها ونفقد رجولتنا. فلذلك نحن نقول للكيان الصهيوني ونقول لأمريكا بأننا لن نسكت مهما كانت التضحيات ولو طبقت السماء على الأرض، لأنه لا يمكن أن نفقد قيمنا وأخلاقنا وأيضا رجولتنا. ما يحصل في غزة هي جرائم بشعة، ويفترض على كل الدول العربية والإسلامية بحكوماتها وشعوبها أن يعلنوا الحرب على هذا الكيان، ونحن نستغرب مثل هذا السكوت. لذلك ينبغي أن نسأل الساكتين ولا نسأل من يقومون بواجبهم الديني والأخلاقي والإنساني. أخي الفاضل، يعني لا شك أنكم أيضا تتألمون، الجميع يتألم، الشعوب العربية والإسلامية يتألمون. بالأمس عندما شاهدت مشهد لإحدى الفتيات الفلسطينيات وهي طفلة وهي تغطي أخيها الشهيد وتواسي أخوها الكبير أو أبيها، يعني هذا عندما كنت أتذكر هذا المشهد لم أستطع النوم. يعني نحن الآن الشعب اليمني سعداء بهذا التدخل العسكري مهما كانت نتائجه. سيد محمد، مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن إيران تقف وراء هذه العملية وهي الحافز الأساسي للحوثيين من أجل تنفيذها. ما رأيكم في هذا الكلام؟ أخي الفاضل، يعني هذا تبسيط للأمور وحرفها عن مسارها الصحيح. يقول الله سبحانه وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. والآن الإسرائيليين يقتلون إخواننا في فلسطين. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. نحن عندما نتحرك استجابة لله سبحانه وتعالى. ويشهد الله أنه عندما بدأت الجرائم الإسرائيلية في غزة كان لدينا قلق وكان لدينا شعور بعدم الاطمئنان خوفا من عذاب الله. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. وعندما بدأت القوات اليمنية بالتدخل العسكري، واليوم عندما قامت بالاستيلاء على سفينة إسرائيلية، هذا أشعرنا بالاطمئنان وأشعرنا بالأمن. ومهما فعل الكيان ومهما فعلت أمريكا هم لن يضرونا، لن يضروكم إلا أذى، وأن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. إذن أخي الفاضل، يعني كل هذه الآيات، ويأتي أحد ويسألني، يعني مسلم يسألني يقول أنتم تدخلتم من أجل إيران. طيب أين نأتي بكتاب الله؟ أين نأتي بهذه الآيات؟ أين نأتي برجولتنا؟